السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده الوصفه اللي ما فيش حد ما بيحبهاش طبعا. هنعمل النهارده مع بعض الحواوشي الاسكندراني بالشكل اللي انتوا شايفينه، شكل بص ما اقولكوش. شايفين شكله قمر جدا ازاي، وطعمه تحفه بقى. كمان عملناها لكم باللحمه اللي هي الموفره. هنعملها باللحمه، لا لحمه طبعا مش لحمه كدابه ولا حاجه، لا بلحمه. بس هنعملها ان احنا هنضاعف الكميه. انا كنت عامله الفيديو اللحمه اللي بنضاعف الكميه بتاعتها دي، كان في تفريزات رمضان اللي فات اللي فات. فانا هعملها لكم النهارده بيها تاني. انا من وقتها كده وانا ما بستعملش اللحمه غير كده، ما بستخدمهاش غير ان انا ما بضاعف الكميه بتاعتها كده. فمن ساعتها انا شغاله بيها، فانا حبيت اوريها لكم واعمل لكم بيها الحواوشي، مع اني عملت بيها حواوشي كده، بس هوريها لكم تاني كده فيديو. بس كنت عاملاها حواوشي عادي مش حواوشي اسكندراني. تعالوا بقى نشوف هنعملها مع بعض ازاي. بس انا نخش على الوصفه، ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس. تعالوا نسلم بسم الله. احنا كان معانا هنا ربع كيلو لحمه، معانا هنا بصلايه كبيره، معانا هنا البهارات بتاعتنا، معانا ملح، معانا فلفل اسمر، معانا بابريكا، معانا بهارات حواوشي، معانا 7 بهارات. تمام كده. واهم حاجه في الموضوع ده كله البابريكا، ومعانا ربع كوبايه برغل مغسول مش منقوع، مغسول وبس. تمام كده. هنا بقى هنشوف هنعمل ايه بقى. الا مبدئيا كده انا وريتكم ان البصله كلها ميه، انا ضربها في الكبه ومنعماها جدا علشان خاطر عايزاها تنزل الميه اللي انا وريتها لكم دي دلوقتي. نزلت كده بكل البهارات اللي عندي. واهم حاجه البابريكا، انا كان عندي البابريكا ديت كنت معلقتين كبار. تمام. اهم حاجه البابريكا دي خالص، لازم 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 يا جماعه البابريكا تكون كتير كده، عشان تدينا اللون اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده دعكتهم مع بعض كويس. نزلت هنا بقى بالبرغل بتاعنا ودعكته دعكه كويسه كده مع بعض. وهسيبه بقى لحد ما الاقي الشرب خالص كده من ميه البصل واتهرى معانا كده، او بمعنى اصح ما بقاش باين معانا. تمام. بعد كده هنزل باللحمه بقى. واعجني بقى يا ست الكل كده، وعيشي مع نفسك، اعجني عجن مبرح كده زي ما بيقولوا. هتعوزي عجن تمام كده. استرجعي عضلاتك كلها كده واعجنيها. انتوا هنا مش شايفين ان انا بعجن جامد قوي، لان انا مش يعني مسرعه الفيديو شويه. بس ما شاء الله انا عجنتها، وكمان قفلت الكاميرا وعجنتها عجنه محترمه جدا جدا. انا قعدت حوالي ربع ساعه اعجن فيها. انا عايزاها تختلط مع بعض خالص خالص كده. شايفين ما شاء الله، بصي شايفين اللحمه عامله ازاي، بصوا كلها انسجه اهي كانها حته لحمه، مفيش اي حاجه خالص فيها. شايفين لونها حلو جدا. المفروض ان احنا مع المقادير بتاعه الحواوشي دي بيكون في معانا دهن مبشور. بس انا اللحمه بتاعت النهارده كان فيها كميه دهون كتير، عشان كده انا ما حطيتش دهن. ببشر دهن كده وبحطه معه، او حته ليا المتوفر عندك. هنا بقى دلوقتي انا عندي فلفل رومي، فلفل حامي. احنا طبعا حاطين فلفل حامي، كنت حاطه حوالي قرنين 3 ولاد حلال كده، عاملاهم في الكبه، فرماهم في الكبه برده. وكان عندي شويه خضره، بس كانوا متفرزين من الفريزر، يعني ما كانش عندي خضره صبحه طازه، يعني ما كنتش لاقيه ساعتها اللي كانت موجوده. المهم دلوقتي هنا خلصنا خالص دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، وركناها بقى مع نفسها كده. وقلنا بقى نعمل معانا العيش زي ما انتم شايفين كده. انا نزلت هنا بكوبايه بمعلقه كبيره خميره، ومعلقه كبيره سكر. قلبناهم مع بعض كده، ونزلنا عليهم بكوبايه ميه، ونزلنا عليه بكوبايه زبادي. كوبايه زبادي مش كوبايه زبادي من اللي في المحل، لا كوبايه المعياريه كده زبادي. قلبناهم مع بعض. انا متاكده من الخميره بتاعتي وعارفه الخميره بتاعتي كويس جدا، لكن انت لو مش متاكده من الخميره بتاعتك اعمليها اختبار الاول كده عشان تشوفي الخميره بتاعتك شغاله نشطه او لا. المهم هنزل كده. انا كان عندي نص كيلو دقيق، بنزل بالدقيق شويه بشويه كده. اهم حاجه الدقيق كلمه نقول يا جماعه 100 مره ونقول لكم. المهم 100 مره وهقول، وكذا مره وهقول. يا جماعة كل مرة لازم ننخل الدقيق، لازم ننخل الدقيق. كل ما يجي نعمل معجنات لازم اقول لكم لازم الدقيق يتنخل مرة واثنين وثلاثة. للمرة المليون هنقول لازم يتنخل مرة واثنين وثلاثة. لان في ناس بتقولوا لي انت ما قلتيش ان ان الدقيق يتنخل. طب ما انا مش كل فيديو هقول، اديني بقول للمرة المليون لازم الدقيق يتنخل. تمام كده. المهم نزلت كده بالدقيق شوية بشوية. انا لما حطيت الخميره بتاعتنا بالميه وقلبت فيها الخميره، حسيت ان الميه تبقى كتيره جدا عجينه. فضيت شويه زي ما انتم شايفين كده في الكوبايه دي خميره. قلت لو احتجتها او ما احتجتهاش خلاص بقى مش مشكله، بس المهم انا احتجتها منها كده واخدت منها كتير. ونزلت كمان بمعلقه كبيره بيكنج باودر. قلبتها كده مع بعض عشان بتخلي الخميره العجينه حلوه جدا كده، بتخليها كده لها طراوه كده وهشه معانا مع الخميره. تمام. وانا بعجنها كده خلاص، قبل ما خلاص اخلص عجنها انا كنت نزلت بالزيت.
ونزلت عليها كده بحوالي معلقتين 3 زيت كده، وكملت عجنها وخلصتها. شايفين العجينه بتكون طريه حلوه في ايدينا كده، بس مش بتلزق، هي طريه زي ما انتم شايفينها كده. ما شاء الله العجينه ما شاء الله عليها يعني. شايفين طريه في ايدي حلوه، زي ما بتلزقش معايا ولا حاجه، بس هي كويسه جدا معايا يعني، ولا قاسيه ولا لينه زياده عن اللزوم. هبتدي بقى ان انا اعملها دلوقتي كور معانا بحجم الرغيف اللي انا عايزاه. انا مش هعمل رغيفين فوق بعض، او مش هعمل قطعتين عجينه فوق بعض، انا هعملها رغيف كله هي قطعه عجينه واحده بس. عشان كده انا بعملها كبرتها شويه وعملتها بالحجم الكبير اللي انتوا شايفين ده. لو انتوا عايزين تعملوا رغيف الحواوشي بتاعكم بطبقتين، يعني طبقه كده، يعني حته عجينه تفردوها، بتفردوا اللقمه الاول بتاعتكم كده، وبعد كده بتوزعوا فيها اللحمه وتغطيها بلقمه تانية عليها. بتعملوا نص الكميه دي، او على حسب الرغيف اللي انتوا عايزين تعملوه عامه يعني. انا خلصت كل الكميه زي ما انتوا شايفين كده، وغطيتهم سبتهم يرتاحوا شويه عشان يبقوا سهل يعني، يسهلوا عليا الدنيا وانا بفردهم كده. تمام. بس كده انا فردت حته العجينه زي ما انتم شايفين بالحجم ده كده بالظبط. وهنا بقى اللحمه بتاعتنا انا هعملها كده كور على قد رغيف الحواوشي، هشكلها كده. هتعمل معانا قد ايه بقى؟ هتعمل معانا 9 ارغفه من الحجم اللي انتوا شفتوه ده. 9 كور لحمه ما شاء الله يعني. اللحمه مش شويه ولا حاجه، شايفين ما شاء الله يعني، على قد الرغيف كمان زياده يعني. تمام كده. المهم انتوا، انا ما بحبش اللحمه كمان تبقى كتير قوي في الحواوشي الاسكندراني. انا مش عايزه يعني احس ان انا باكل كتله لحمه كده تخينه كده طبقه، بحس ان انا باكل همبرجر في عيش. بس كده. المهم يعني انتوا عايزين تكتروا اللحمه براحتكم، ده حاجه ترجع لكم انتوا. انا عايزه اقول لكم ان لقمه العيش نفسها لوحدها ما شاء الله والله تتاكل حاف، طعمها حلو جدا. اللحمه كمان كانت حلوه جدا جدا جدا، ملوكيش ريحه الحواوشي وبالسيوي كان عامل ازاي. اللحمه دي ممكن تعتمدوها لاي حاجه خالص انتوا بتعملوها، اي حاجه. انا بوريكم دلوقتي، شايفين بوريكم اهو قدامكم. انا بفرح حته عجينه واحط حته اللحمه في الوسط كده، واروح لفه قافله عليها كده كويس العجينه عشان ما تطلعش مني وهي في السوا كده في الفرن. وبديها شكل المدور زي ما انتم شايفين كده، وبسيبها برده ترتاح شويه كمان، وبعد كده بفردها. نرجع بقى للحمه بتاعتنا. اللحمه بتاعتنا دي تعملوا منها كفته سيخ، تعملوا منها كفته في الفرن، تعملوا منها تعصجوا منها لحمه لاي صواني، تعملوا منها حواوشي زي ما انتم شايفين كده. زي بالظبط اللي انا عملته دون، هي نفس اللي بس لما تيجي تعملوها بقى بيبقى في تكنيك كده للكفته وكده. انا كنت عامله لها، وانتوا عايزينه ارجعوا للفيديو اللي كنت عاملاه في تفريزات رمضان. تمام. انا كده خلصت كل الكميه بتاعتي، وهنا الصاج بتاعي انا دهناه. ده اهم حاجه تدهني الصاج بتاعك. هحطه كده بقى وهسيبه كده شويه، وبعد كده هخلص انا ما كنتش خلصت الكميه كلها، انا اسفه يعني. اخلص كل الكميه كلها خالص، وبعد ما اخلص كل الكميه هبتدي بقى دلوقتي ان انا احطهم في قلب الصاج كلهم. وبعد ما احطهم في قلب الصاج، بعد ما اخلصهم هندهن الوش بتاعهم بتاع العجينه يعني وش العجينه كده. بعد ما اخلصه كده هدهنه كده بفرشه كده زيت، مش هدهن اي حاجه، وممكن ما ادهنوش اي حاجه على فكره يعني. بس يعني انا قلت يعني عشان خاطر يبقى الوش بتاعنا كده لونه حلو بالشكل القمر انتوا شفتوه دون. بس اخلص كل الكميه كده خلاص زي ما انتم شايفين. بص كده انا كده ببتدي ان انا اقفلهم خلاص. انا كنت حاطه فيهم اللحمه من جوه. هبتدي بقى افرد كده الرغيف بتاعنا، العيش بتاعنا معانا كده باللحمه بتاعتنا. شايفين الرغيف ما فيش اي حاجه، مش بيلزق على الرخامه ولا اي حاجه خالص. انت بس حاولي وانت بتضغطي كل في يعني تضغطي في كل الجهات. بلاش تحس تخلي ناحيه كده رقيقه او ناحيه تخينه شويه، لا حاولي ان تخلي كل الرغيف كله سوا بعضه كده. بس هخلص كله بقى وهرصهم كلهم في قلب الصواني بتاعتنا. وطبعا في الوقت دون انا هسيبهم يرتاحوا شويه. لا ما تسيبوش يرتاحوا شويه يا ست الكل، عشان انت لو سبتيه يرتاحي شويه كده هيطلع معاكي زي العيش. مع سبحان الله يعني. انا حطيتهم يعني، انا خلصت وكنت مشغله الفرن على طول، حطهم في قلب الفرن على طول. شايفين انا كده خلصتهم وفردتهم كده على طول، نزلتهم في الفرن على طول. وبالرغم ان انا نزلتهم في الفرن على طول او دخلتهم الفرن على طول من غير ما اسيبهم يرتاحوا، بس ما شاء الله كانوا قابلين معانا جدا، عاملين زي الرغيف زي رغيف القمح كده بيطلع من الفرن. شايفين ما شاء الله. شايفين النفخه بتاعتهم. هي دي كانت حته عجينه صغيره فضلت، وحته عجينه فضلت، فانا عملتها الرغيف الصغنوني قوي ده. شايفين ما شاء الله التصفيه بتاعته حلوه جدا. شايفين شكله حلو وبيلمع ازاي، ده عشان انا دهنت الوش بتاعه زيت. شايفين ما شاء الله حلو جدا، وطعمه حلو جدا، وريحته سهله وبسيط يعني، مش مكلفنا حاجه. ده نص كيلو دقيق وكوبايه زبادي، هو ده كل اللي كلفناه. انا المفروض ان انا كنت سبت انا غطيته شويه بقى. انا بوريكم هو كان لسه سخن جدا جدا، مش قادره امسكه كمان يعني. شايفين ممكن تغطوه شويه بقى وتسيبوه شويه. شايفين ما شاء الله هو باين ان هو قريب جدا ازاي. حلو جدا، جربوه هيعجبكم والله. وده ربع كيلو لحمه، الربع كيلو لحمه عامل معايا 9 ترغيفه ما شاء الله يعني، بالحجم اللي انتم شايفينه دون.
ربنا يحسن من ايدينا جميعا يا رب. جربوا الوصفه وقولوا رايكم فيها ايه، ولو عجبتكم الوصفه بتاعتنا يا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.